قتل المينيتشو فأحرق رجال المكسيك. Vámonos, vámonos. هو نيميسيو روبن، أكبر وأخطر تاجر مخدرات في المكسيك. بدأ حياته بإنه كان بايع أفوكادو، وبعد كده دخل عالم المخدرات وبقى أخطر تاجر مخدرات في المكسيك. كون ثروة ضخمة وكون عصابة كبيرة جدا وسلحهم بأحدث الأسلحة، من مدرعات لأسلحة حديثة. ولو ركزت في الصورة اللي قدامك، الناس ديت مش رجال شرطة ولا رجال جيش، دي رجالة المينيتشو. بص في الأسلحة اللي معاهم، بص في أجهزة التشويش. دول مش رجال مكافحة الشغب، دول رجال صناعة الشغب. ومجرد ما اتقتل المينيتشو، رجالته حولوا المكسيك لحرائق، اقتحموا المطارات واحرقوا السيارات واحرقوا المحلات التجارية واحرقوا محطات البنزين. وتم قتل المينيتشو بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ايه خطورة المينيتشو عن أي تاجر مخدرات تاني؟ المينيتشو صاحب كارتل خاليسكو، وهو مسؤول عن صناعة مخدر خطير جدا اسمه الفنتانيل. 2 مللي جرام منه يموت أي حد. الفنتانيل ده مش مخدر عادي، ده مصنوع بمواد كيميائية خطيرة لدرجة إنه بيحول إنسان حرفياً لزومبي. منذ بداية حرب الكارتل في 2006 في المكسيك وأمريكا، بسبب المخدر ده اتقتل 350 ألف واحد، من ضمنهم 110 ألف مفقودين. المينيتشو كان عامل اقتصاد ظلم المخدرات، خاصة مخدر الفنتانيل، لدرجة إن وصلت تجارة المخدرات الفنتانيل من السوق الأمريكاني فقط من 40 ل 60 مليار دولار. أمريكا رصدت 15 مليون دولار لأي حد يعرفهم مكانه، وفي الآخر تم قتله عن طريق الجيش المكسيكي. وعشان كده رجالة المينيتشو حرفيا أحرقوا المكسيك، لدرجة إن في تهديد إن المونديال مش هيتعمل في المكسيك بسبب عصابات المينيتشو. الغريبة بقى في قصة المينيتشو إن أغلبية رجال العصابات المسلحة اللي معاه أغلبيتهم من جهاز الشرطة، ناس قدموا استقالتهم من جهاز الشرطة المكسيكية واشتغلوا معاه. عشان كده تعتبر عصابة المينيتشو من أقوى العصابات في المكسيك. وبعد كل اللي بيحصل ده في المكسيك دلوقتي، كل التوقعات بتقول إن المونديال مش هيتعمل في المكسيك خوفا من رجالة المينيتشو.